كان منتخب مصر كان ممكن يتهزم، ممكن كان يخسر. اللي انقذ منتخب مصر حقيقي الشناوي، وانا بحييه على الاداء بتاعه. زيزو لو بالشكل ده بالاداء ده ما يستحقش ان هو يلعب اساسي منتخب مصر. يعني خلي محمد صلاح، يا خلاص مستر فيتوري قعد محمد صلاح عشان نشوف مستوى زيزو. خلاص احنا مش مدرسه هتمسك بقى العصايه نقعد بقى نضربهم على ايديهم، افتح ايدك ونضرب والله بجد حاجه غريبه قوي. يعني هقولها تالت، في البطوله دي في لعيبه هتبقى اخر بطوله ليهم. انا ما بمسكش عصايه من النص، انا عصايه لما اجي امسكها من النص بقوم كاسرها كده. طب انت عندك لعيبه عندها الحماس وعندها الحميه ان هو عايز يلعب اساسي، طارق حامد، حسين الشحات، امام عاشور. معدل التدريب او المعدل البدني اللي اشتغلوا عليه قليل، ما يستحقش الاستبعاد. ليه تستبعده؟ ما تكلكعهاش. ايه الكلكعه دي؟ يعني مشوا الامور. انتوا محتاج منتخب مصر الفتره اللي جايه محتاج كل لعيب. الكوره طول عمرها سبب مصدر السعاده للشعب المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ذا ديفندر من اي ميديا سبورتس. بتشرف دايما بمتابعتكم وبتشرف بتعليقاتكم، وان شاء الله دايما نكون عند حسن الظن. مباراة منتخب مصر، طبعا منتخب مصر لعب قدام جيبوتي، يعني تجربة. يعني خلينا نتكلم ان فرق كبير جدا ما بين منتخب مصر ومنتخب جيبوتي. يعني حتى يمكن انا في بعض التعليقات وبعض الكلمات اللي انا نزلتها على السوشيال ميديا عندي قلت ان منتخب يعني لسه متجمع اول امبارح. دي حقيقة، يعني اللعيبة مش واقفة صح، اللعيبة ما عندهاش الخبرات. طبعا مع احترامي حتى في المشاركات الافريقية، حتى في الكرة الافريقية مش موجودين على الساحة. فطبيعي ان منتخب مصر هيكسب، كنت متوقع كمان ان المباراه اللي زي دي تخرج باهداف كبيره جدا، او يعني تقدر توصل ل8 وتوصل ل9، وحتى اللعيب اللي ممكن يبقى بعيد عن المشاركه يقدر يثبت وجود المباريات اللي زي دي. يا جماعه بتدي ثقه. طبعا دخلنا على مباراه سيراليون، بصراحه حاجه مش مطمئنه. يعني منتخب مصر امبارح بنتفرج عليه، لعيبه سيراليون لعيبه محترمه، فرق خبرات، فرق امكانيات. بس كان امبارح كانوا بيلعبوا كوره. الناس كتير جدا كانت بتتكلم بتقول ان في الملعب وحش والملعب سيء ومش متعودين على الترتانه ومش متعودين على النجيل الصناعي. في الاخر يا جماعه ما شاء الله لعيبه منتخب مصر كل واحد لعب على حاجه بالميت كده. اللي ما لعبش كوره لعب حوالي 50 60 مباراه. فطبيعي حتى لو انت الملعب مش على اعلى مستوى، بس بتقدر تلعب بالخبرات بتاعتك، بتقدر تقف صح، بتقدر تباصي صح، بتقدر تتحرك صح. امبارح اللي انقذ منتخب مصر حقيقي الشناوي، وانا بحييه على الاداء بتاعه. مميز، مركز امبارح. لولا الشناوي في تركيزه امبارح مع منتخب مصر، انا حتى يمكن اتكلمت وقلت ان هو نجم منتخب مصر امبارح. الشناوي لما كانش موفق امبارح كان منتخب مصر هيتحرج. بالشكل اللي احنا شايفينه ده مش مطمئن. منتخب مصر مش مطمئن، في حاجات غلط، في عندك مشاكل دفاعيه غير طبيعيه. انت امبارح لعيبه سيراليون بتوصل للشناوي بسهوله. ما انا بقول لكم تاني، لولا الشناوي متالق امبارح كان منتخب مصر كان ممكن يتهزم، ممكن كان يخسر. في مشاكل دفاعيه. عبد المنعم هقولها تاني، هل عبد المنعم شايف ان هو وصل لاعلى مستوى؟ هقولها تاني، هل يا عبد المنعم انت شايف ان انت كده وصلت لاعلى مستوى؟ مش ده عبد المنعم اللي كان مركز في الفتره اللي فاتت. عبد المنعم من المدافعين المميزين، ويشيل دفاع سواء في النادي الاهلي او يشيل دفاع منتخب مصر. بس انا اللي انا شايفه في الفتره الاخيره عبد المنعم، انت لعيب كويس. هقولها لك تاني، انت لعيب كويس في الدفاع. لما بتهرب، وقلتها قبل كده، في الدفاع خصوصا لما بتهرب ممكن وارد ان انت تغلط، وارد ان انت ما تبقاش صح، هتلاقيها هربت منك، هتلاقي كل اللي انت عملته في الفتره اللي فاتت من الاخر وقع كده، عارف يعني، ولا كانك عملت حاجه. طب انت عندك مستقبل، انت لعيب كويس، لعيب كويس جدا كمان. عندك بعض الحاجات لو اشتغلت عليها يعني عايز اقول لك حاجه، انت هتبقى في مكانه تانية خالص. وخصوصا كمان الفتره الاخيره ان ما بقاش في مدافعين في مصر في العموم، بقى عدد قليل، بقى المواهب في الحته الدفاعيه قليله. تاني عبد المنعم مركز،
ركز عشان لا قدر الله لو هربت مش هتعرف ترجع نفسك بسرعه، لان انعدام الثقه في نفسك في المباريات اللي زي دي او سواء مع النادي الاهلي هتلاقي نفسك ان الموضوع اتصعب، هتلاقي الكره مش ماشيه معاك. فاتمنى تركيزك في الفتره اللي جايه. منتخب مصر محتاج كل لاعب مميز، لان فعلا يعني الشكل اللي احنا شفناه امبارح ده يا جماعه يقلق. انت امبارح لو بتلاعب فرقه زي السنغال او فرقه زي المغرب او الجزائر او الفرق الكبيره دي، لا عندك مشاكل برضو مع علي جبر. يعني علي جبر ما مش عارف، يعني علي جبر كان ما شاء الله كان بدايته مع منتخب مصر وعمل بطولة محترمة وكان فارق بشكل كبير جدا وكان عنده ثقة ولعب في انجلترا واحترف في انجلترا. المفروض انت الخبرات بتاعتك انت بتتكلم انت وعبد المنعم، لا بالمستوى ده كده امبارح عبد المنعم وعلي جبر مش هتنفع الدنيا خالص كده، هتهرب وهيبقى في مشاكل كتيرة جدا في الفترة اللي جاية. انت عندك تصفيات كاس عالم وداخل على كاس الامم الافريقية اللي احنا بعيد عنها من 2010. يا جماعة الجيل ده ركزوا شوية والله. انت لو بتلعب النهاردة ممكن المرحلة اللي جاية ما تبقاش موجود. في الاخر انت اسمك لعبت منتخب مصر، في ناس كتيرة جدا لعبت منتخب مصر، في ناس كتيرة لعبت منتخب مصر تقول لك انا لعبت منتخب، حققت بطولة يقول لك لا ولا كأنك لعبت منتخب مصر. اذا التعب اللي انت بتتعبه واللي انت بتمر بيه ده لو ما استغلتوش ولا كأنك لعبت كورة اصلا. اللعب دايما في الاندية مهما حققت بطولات في اندية، تمثيل منتخب مصر والحصول على بطولة اللي هي غايبة من 2010 هتبقى صعبة عليكم. حرام ان جيل عنده الامكانيات وعندكم لعيبة كويسة، في لعيبة مميزة لما بتركز في الاخر هتروح برضو البطولة دي بالشكل ده، هتبقى صعبة لانك انت عندك منتخبات قوية جدا وعندك فرق هتلعبها ومجموعة هتبقى قوية، وكل مرحلة بتعدي المرحلة بتاعتها بتبقى اصعب. لازم الفترة اللي جاية مستر فيتوريا يشتغل على الحتة الدفاعية، لان احنا عندنا مشكلة في الحتة الدفاعية. محمد هاني ما عنده الحتة الجزء ناحية اليمين ده كانت شارع حقيقي. طبعا كان زيزو كان موجود، وزيزو ده يعني زيزو هتكلم عليه بعد ما خلص الحته دي. عندك هاني، عندك عبد المنعم، عندك علي جبر، حمدي، سواء حتى فتوح. لا احنا عندنا مشكله في الدفاع. امبارح كان متالق الشناوي، طب وارد ان الفتره اللي جايه ممكن الحاله اللي موجوده في الملعب ما تخلوش ان هو يتالق. ايه ممكن نخسر بفضيحه او نخرج بفضيحه. اعتقد ان الناس انتوا اللي في ايديكم ان انتوا ترجعوا الناس تاني تشجعكم، وانتوا شفتم لما وصلنا كاس العالم امام الكونغو كان الاستاد متقفل. في مباراه السنغال اللي كنا ممكن نوصل كاس العالم كان الاستاد متقفل. رجعوا الجمهور تاني. لعيبه منتخب مصر انتوا اللي هترجعوا الجمهور تاني. بتمنى ان الفتره اللي جايه مستر فيتوريا يركز على الحته الدفاعيه. عندك مشكله في نص الملعب، مروان عطيه وانا قلتها قبل كده مش في مستواه، مش ده مروان عطيه بتاع الموسم اللي فات اللي هو كان بيأدي بيموت نفسه وبيقاتل وكان مركز. ركز يا مروان، عندك فرصه، مش اي حد يلعب منتخب مصر. عندك فرصه ان انت تعمل تاريخ لنفسك، خصوصا كمان ان انت في لعيب مهم جدا انت بتلعب عليه زي ما بيتقال، طارق حامد. عندك في نص الملعب برضو ممكن يلعبها امام عاشور. لا الموضوع كده مش حلو. حمدي فتحي من اللعيبه الكويسه، النني من اللعيبه الكويسه. لما بيبقى معاك كوره احسن لاعب في نص الملعب لما بنمسك كوره هو النني، حقيقي مميز جدا في استلام الكوره وبيباصي بيلعب السهل. ناس كتيره جدا ممكن تختلف مع النني في ادائه، بس انا واحد من الناس بحب اداء النني في الملعب. بيلعب السهل الممتنع، بيتحرك صح، بيقف صح. طريقه ادائه في الملعب تخلي اي مدير فني، يعني انا لو مدير فني هلاعب النني. بس في الحته الدفاعيه لان هو ما عندوش السرعه وعندوش المرونه في التحرك والارتداد السريع، فعشان كده ممكن تلاقي النني ممكن في اوقات كتيره جدا في لخبطه في نص الملعب. هروح على لعيب تاني وهو زيزو. لا زيزو نخليه هنا بقى. زيزو انا عارف الناس كتيره جدا بتهاجمني وناس بتتكلم، بس انت بتهاجم زيزو وانا عارف هتلاقي اليومين اللي جايين واحد يقول لي اصل كان هو ما رضيش يتصور معاك. ما دي الموضه اللي طالعه دلوقتي، اي حد اتكلم عليه
يتقال عليه ان انا ما رضيش اتصور معايا. والله انا عمري ما شفته ولا حد شفته، انا عارف اللي هينزل اليومين اللي جايين، ما ده خلاص بقى اي حد يقدر اتكلم عليه اصل ما رضيش يتصور معايا. ما علينا يعني. زيزو انا بتكلم على احسن لاعب في احسن لاعب في مصر. وعلى فكره انت لعيب كويس على قد الامكانيات بتاعتك وعلى قد المستوى اللي احنا بنشوفه مع نادي الزمالك، فبناء عليه بنقيمك، بناء عليه بنتكلم. زيزو مع منتخب مصر مش زيزو اللي مع نادي الزمالك. طيب هل ده كده يتقال ايه؟ ما هو اي حد يا جماعه دلوقتي، والله انا لو رجعت لعبت كوره هاخد احسن لاعب مصر لمده 10 سنين قدام. واي لعيب من الجيل بتاعنا رجع لعب في الدوري المصري هياخد احسن لاعب واحسن نص ملعب واحسن مهاجم لمده 20 سنه قدام كمان. طيب زيزو الناس هتقول لك اصل مش ما هو دي بقى الحاجات اللي هي نازله اللي هي بتتقال ايه، اصل ما بيلعبش في مركزه. لا هي النجوميه دي بسهوله؟ النجوميه دي سهله كده؟ لا، طبيعي ان انت نجم، انت عندك الخبرات، لعبت مباريات، عدد مباريات كتيره جدا مع نادي الزمالك، لعبت عدد مباريات مع منتخب مصر. فين دور الخبره؟ طب ما انا واحد من الناس، رحمه الله عليه كابتن محمود الجوهري في مباراه نيمابيا كانت الدنيا ملخبطه والدنيا بعد كده، انا واحد من الناس ما كنتش بسمع كلام مدرب، كان عندي ثقه في نفسي، عندي ثقه في نفسي في الملعب، عندي رؤيه في الملعب، امتى اشوط، امتى اتحرك، امتى هاجم. كنت بتكلم مع لعيب زميلي بيقف وانا بتقدم، وفي الاخر بنبدل المراكز ما بيننا وبين بعض. طب يا زيزو انت لعيب كويس، انت لعيب كويس، فين اسلوبك في الملعب؟ فين طريقتك في الملعب؟ امبارح في المباراه تايه، عملت مره يمين مره شمال، مره مش عارف في نص الملعب، مره باك ليفت، مره وينج ليفت، مره وينج رايت ناحيه صلاح. طب ما هو الناس تقول لك بس مش في مركزه. طب يا جماعه نقعد محمد صلاح، يعني خلي محمد صلاح، يا خلاص مستر فيتوري قعد محمد صلاح عشان نشوف مستوى زيزو. يعني لو كده، يعني لو كده، ما طب ليه ما نستغلش الاسم دوت مع محمد صلاح ان هم يأدوا بشكل كويس؟ خصوصا كمان هقولها تاني، زيزو من اللعيبه الكويس، مش محتاج ان هو يعني ايه موضوع ان هو ما بيلعبش في مركزه. لا، طب ما انت بتلعب، انت عندك حريه انت نجم ازاي؟ نجم بتتحرك براحتك، نجم امتى تسدد، امتى تشوت، امتى تباص، امتى تقف، امتى تتحرك، امتى عندك الشخصيه هاجم، امتى دافع، امتى ابقى باصص للملعب، امتى شايف الملعب كله. امال ايه النجوميه؟ امال ايه الفرق ما بينه وما بين اي حد تاني؟ هو مش احسن لاعب في مصر يا جماعه؟ ما هو احسن لاعب في مصر يبقى عنده الامكانيات اللي تاهله ان هو يقدم مع منتخب مصر بالشكل اللي بيلعب زيزو امبارح مع منتخب، والفتره اللي فاتت ده حتى مباراه جيبوتي ما كانش فيه اداء، رغم ان فرقه يعني منتخب مدارس. والله اي حد هيلعب قصاد جيبوتي كان هيبقى نجم المباراه، منتخب مدارس. طب انت عايز ايه؟ يعني انت مباراتين مش اقويه، انت ما بتلعبش خصم كبير او خصم قوي، فالمفروض ان انت بالحاجات اللي زي دي بترجع ثقتك في نفسك، بتركز. اما على الاداء ده انا بقولها زيزو ما يصلحش ان هو يلعب اساسي منتخب مصر، وخصوصا كمان ان هو بيلعب في الناس بتقول لك رقم 8. طب ما انت عندك امام عاشور اللي هتكلم عليه، عندك ناس كتيره جدا مميزه، طب ما عندك تريزيجيه. زيزو لو بالشكل ده بالاداء ده ما يستحقش ان هو يلعب اساسي منتخب مصر. وانا عارف الناس هتهاجمني والناس هتتكلم على الموضوع ده، بس دي حقيقه، انا مش هجامل حد ولا هطاطي لحد ولا هطبل لحد ولا هسقف لحد. لعيب كويس هتكلم عليه لعيب كويس، ادائك وحش هتكلم عليك ان انت ادائك وحش. انا مش هقعد اخاف من حد ولا اخاف من الجمهور، اللي يتكلم يتكلم واللي يقول يقول. بس الناس تقول لك اصل ايه المشكله؟ هو يا جماعه كل حد هتكلم عليه هتقعدوا تقولوا ان في مشكله؟ والله عمري ما شفت، ولا مع احترامي للجيل ده عمري ما قابلت حد فيهم ولا شفتهم ولا شافوني ولا حتى اتقابلنا اصلا. بس انا بتكلم كوره، لان احنا من الناس اللي كنا لما بنبقى كويسين بيتقال علينا كويسين، فخلاص هي تعودنا على كده. انتوا بقى في ناس بتخاف منكم او بتخاف من رد فعل الجمهور، فتلاقي ايه بيحاول يوزن الموضوع من النص، بيمسك العصا. انا ما بمسكش عصا من النص، انا عصا لما اجي امسكها من النص بقوم كاسرها كده. فزيزو اتمنى هو لعيب كويس ولعيب مميز جدا، ركز مع المنتخب، عايزين نشوف زيزو اللي مع الزمالك مع منتخب مصر. هروح على لعيب تاني بصراحه مش واخد حقه، وهو تريزيجيه. تريزيجيه من اللعيبه الكويسه جدا واللعيبه اللي تطورت. انا بحترم دايما اللعيب اللي بيتطور من ادائه، بيطور نفسه، بيطور حتى من تركيزه. بحقيقي
افضل لاعب في الفتره الاخيره مع منتخب مصر هو تريزيجيه. مركز، بيتحرك صح، بيباصي صح، بيقف صح، عنده رؤيه للملعب كويس، امتى يرقص امتى يباصي. حتى بقت تركيزه على المرمى بقت افضل من كتير. لاحظوا كده يا جماعه، من اول بدايه تريزيجيه مع منتخب مصر حقيقي كان في اوقات كتير جدا بيضيع، وكان اكتر واحد بيوصل للمرمى وبيضيع. دلوقتي تريزيجيه لو وصل للمرمى 4 مرات او 5 مرات ممكن يحط منهم هدفين او ممكن يحط 3 كمان. تطور واخد حقه ومركز وحقيقي اضافه لمنتخب مصر في الفتره الاخيره، وهو اللي عامل اداء مميز وخلي الشكل الهجومي مميز لمنتخب مصر. هنروح على ناس كتيره بتتكلم على محمد صلاح. طيب محمد صلاح يا جماعه نجم كبير وذكي. محمد صلاح من اللعيبه الاذكياء. خلينا نتكلم ان في ضغوطات في الفتره الاخيره عليه، وارد ان ممكن يكون متضايق، وارد ان يكون زعلان، بس صلاح يعني دماغه اكبر من كده لان هو بيحب الكوره وبيركز في الكوره. بس صلاح بيشتغل بالخبرات بتاعته وبيشتغل بعقله جوه الملعب. بيعرف امتى يتحرك، خصوصا كمان ان صلاح اي منتخب هتلعب ضده هتلاقي فيه 2 3 ناحيه صلاح. اذا ان هو عندك فرصه لتريزيجيه وعندك فرصه لمصطفى محمد اللي هتكلم عليه. لان انا مصطفى محمد بشوفه في الدوري الفرنسي بصراحه مع نانت الفرنسي لعيب كويس، متالق وبيقاتل وبيموت نفسه. ودي الخلاف دايما ما بيني وما بين مصطفى محمد. ممكن على فكره ادائك في الدوري الفرنسي مع منتخب مصر يقويك وينقلك مرحله تانية خالص، ممكن تروح الدوري الانجليزي. وانا بتوقع لو انت ركزت اكتر من كده واشتغلت اكتر من كده، طور نفسك، اشتغل اكتر. انت عندك فرصه ان انت ممكن وارد ان انت في لحظه تروح الدوري الانجليزي. مصطفى من اللعيبه الكويسه. صلاح سيبوا صلاح في حاله شويه، اهدوا عليه شويه. صلاح من اللعيبه عامل تاريخ لمصر وعامل تاريخ لنفسه، وفعلا زي ما بيتقال عليه فخر العرب وفخر مصر، حاجه مشرفه. ده كلامي على منتخب مصر والحاله اللي كانت موجوده والاداء اللي انا شايفه من وجهه نظري. ممكن اكون صح وممكن اكون غلط، وارد ان ممكن اخطأ في بعض الحاجات، بس انا بتكلم على بصفه ان انا لعيب سابق لمنتخب مصر، ولعبت الاكبر الانديه في مصر، ولعبت اكبر نادي في تاريخ مصر او تاريخيا حتى افريقيا النادي الاهلي. بتشرف. عشان كده الواحد وصل لمرحله من الخبرات، ووصل لمرحله ان يقدر يتكلم كوره. وناس كتير جدا تقول لي مالكش دعوه بالكوره. ده انا لما اجي اتكلم كوره اسمعوا. اسمعوا والله. لما اجي اتكلم في الكوره اسمعوني، لان انا ولا بطبل لده ولا بطبل لده، ولا هتكلم على ده حلو. الحلو هقول عليه حلو، والوحش هقول عليه وحش. دي حقيقي. انا عارف ان الكلام ده بيزعل، واللي يزعل يزعل، ودي وجهة نظري ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. هنروح على ازمة ثلاثي لاعبي منتخب مصر، وهو امام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات. انا واحد من الناس زي الناس بحب اتابع وبحب اشوف اللي حصل والجي بي اس اللي بتاع التدريب والمشكله التدريب. انا واحد من الناس فوجئت بفيديو منتشر على السوشيال ميديا بتواجد حسين الشحات وطارق حامد وحسين الشحات. قعدت اقول طب فين المشكله؟ فوجئت ان في بيان نازل عن طريق اتحاد الكوره، وطبيعي ان البيان ده مش نازل غير بناء على تعليمات المدير الفني او كلام المدير الفني. بصراحه اسباب غير مقنعه، لان اللعيبه اتمرنت. وارد على فكره انا واحد من الناس لما بقى لاعب اساسي واقعد وما العبش في مباراه ضعيفه طبيعي هزعل. فين بقى الاحتواء الجهاز الفني؟ فين الاحتواء بتاع المدربين ان انت ما تزعلش وتتكلم، وليك الفتره اللي جايه في مرحله اصعب هيبقى ليك دور؟ فين الكلام؟ فين الاحتواء؟ واحنا مش داخلين خناق. يعني احنا مش داخلين خناق. طبيعي ان الحياه اتغيرت. وازاي يمكن انا شفت لقطه الكابتن ايمن عبد العزيز والناس خدتها بشكل معين ان امام عاشور انتوا يا جماعه انتوا عايزين لعيبه بارده. انا بحب اللعيب اللي مقاتل، بحب اللعيب اللي عنده دم زي ما بيتقال، اللعيب اللي هو عنده حرقه ان ما بيلعبش. ما في لعيبه ممكن تقول لك انا بلعب منتخب مثلا او قاعد كده ونايم على الخط ولا فرق في دماغي اسمي لعيب منتخب مصر. وفي امثله كتيره جدا حصلت في الفتره اللي فاتت ولا كانت فارقه معاهم اسمهم بس ان هم انضموا لمنتخب مصر. طب انت عندك لعيبه عندها الحماس وعندها الحميه ان هو عايز يلعب اساسي. طارق حامد، حسين الشحات، امام عاشور. خلينا نتكلم ان الاسباب انا مش مقتنع بيها ولا حد مقتنع بيها، لانك انت حتى لو هم ما اشتغلوش بالمعدل البدني او في الوقت التدريب بتاعه او معدل التدريب او المعدل البدني اللي اشتغلوا عليه قليل، ما يستحقش الاستبعاد. ليه تستبعده؟
الثلاث لعيبه مهمين. عندك طارق حامد خبرات كبيره جدا ولاعيبه من اللعيبه المميزه جدا مع منتخب مصر ولاعيب مقاتل. امام عاشور عنده لعيب كويس جدا وفارق مع النادي الاهلي. ممكن يكون عنده سوء حظ ان الحاله في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي مش كويسه، بس لعيب كويس هتحتاجه بناء على الشكل اللي احنا بنشوفه ده. هتحتاجه. امام عاشور من اللعيبه الكويسه، حسين الشحات من اللعيبه الكويسه، تحتاجه في فترات. انت الفتره اللي جايه محتاج اسماء، محتاج اسم يبقى موجود، محتاج اوراق تبقى معاك على الخط، هتحتاجها في ماتشات مهمه. هنقعد بقى نتكلم اصل الاحترام ومش الاحترام وارد، لان دايما لازم الاحترام يبقى ما بين المدير الفني واللعيب، بس طالما ما تخطاش حدوده او اخطا او صدر منه اي موقف انا اسف يعني اهانه للجهاز الفني، فخلاص الموضوع بسيط. لموا الدنيا يعني. ايه ده؟ احنا مش في مدرسه بقى نقعد نجيب اصل ده كشر لي واصل ده بوز لي. ايه يا عم؟ احنا في مدرسه؟ احنا مش في مدرسه يا جماعه والله. الجو ده اتلغى خلاص. ايه المشكله لما يتقمص؟ يعني ايه المشكله لما يزعل ويودي وشه الناحيه التانيه؟ ايه المشكله؟ مش فاهم برضه يعني اسبابه ايه. خلاص احنا مش مدرسه هتمسك بقى العصايه نقعد بقى نضربهم على ايديهم. افتح ايدك ونضرب والله بجد حاجه غريبه قوي يعني. الدنيا طبيعي لعيب كوره بيزعل، طبيعي لعيب كوره بيتضايق. ايه المشكله يعني؟ مش محتاجه الدوشه اللي حصلت دي واستبعادهم. واصل عندنا الراجل غلط فيكم. لو حد غلط من اللعيبه اللي انا قلت اسمائها دي طلع اخطا في حق الجهاز الفني او حتى اي حد من الجهاز المعاون، انا اول واحد هبقى معاكم. بس جو المدارس ده والمدرسه اللي هو انا هضربه على ايده ويعتذر لي، خلاص يا جماعه مش موضوع. ما تكلكعهاش. ايه الكلكعه دي؟ يعني مشوا الامور. انتوا محتاج المنتخب مصر الفتره اللي جايه محتاج كل لعيب، ولازم دور الكباتن الكبار محمد صلاح والشناوي لازم يقعد مع الجهاز الفني. احنا كان لينا دور مع الجهاز الفني بنتكلم معاه وبنتناقش وبنقول وجهه نظرنا. ايه المشكله؟ هو النجم وكابتن المنتخب او كباتن المنتخب يقعد مع الجهاز. ما مش كل واحد بقى يروح يبقى عصفوره يقعد يوصل حاجه للراجل ويبوظ الدنيا. خلينا نتكلم ان دي تعتبر في ناس كتيره جدا دي اخر بطوله ليهم. تاني، في بعض اللعيبه دي ممكن تكون اخر بطوله ليهم. هقولها تالت، في البطوله دي في لعيبه هتبقى اخر بطوله ليهم. يعني نعمل تاريخ ونرجع تاني اسم منتخب مصر يرجع تاني للبطولات. يعني كفايه بقى الفتره اللي فاتت بقى توصل للنهائي وتخسر. كفايه تيجي خلاص انت قريب لكاس العالم وتبعد. لا لم الدنيا يا جماعه. سيبكم بقى من الشعارات وسيبكم من الكلام ده، لان ما حدش هيرحمكم، ولا جمهور هيرحم اللعيبه، ولا احنا هنرحمكم، ولا حد هيقول اصل الاخلاق ما انت عندك ايه المشكله؟ عندك مشكله احتويها. استغلوا اللعيبه اللي موجوده بالاسماء اللي موجوده باللعيبه الامكانيات العاليه. منتخب مصر داخل على مرحله صعبه. اتمنى ان بعض اللي موجودين حتى في الجهاز الفني بلاش كل واحد ياخد بنت على لعيب، لان في بعض الناس جوه الجهاز الفني ممكن ياخد نقطه على ابراهيم سعيد قلب وشه وما كلمتوش مثلا، يقوم رايح قال للجهاز الفني يا مستر فيتوريا ده ابراهيم بوظ لي وبوظ لك. الراجل هيشيط. الراجل الناس دي الراجل طبيعي. ما تسخنوش الدنيا، ما تسخنوش المدير الفني على اللعيبه. لعيبه كويسه حاولوا يعني عدوا الازمه دي، يبقى في تكاتف ما بين لعيبه منتخب مصر والجهاز الفني. احنا وصلنا ان احنا خدنا 2006 و2008 و2010 بحاله الحب اللي كانت موجوده. حاله الحب دي لو موجوده هي اللي بتعمل الروح، هي دي اللي بتعمل الحماس جوه الملعب، هي اللي بتجيب لك التوفيق. فاتمنى ان الامور تعدي، مش هنقعد نكلكعها عشان الحياه تمشي. عشان يعني منتخب مصر هو الحاجه الوحيده اللي بتفرح الجماهير. نفسي افرح بمنتخب مصر وجمهور لما يفرح. والله لو خدنا البطوله هتلاقي مصر كلها في الشارع. يا جماعه رجعوا الفرحه للناس، رجعوا السعاده للناس. الكوره طول عمرها سبب مصدر السعاده للشعب المصري ومصدر السعاده للعالم كله، بس بصفه خاصه لمصر وللشعب المصري مختلفه. ما بتعرفش بقى مين اهلاوي ومين زملكاوي ومين اسماعيلاوي، كله تلاقيه في الشارع. بتمنى التوفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يفرحونا ويرجعوا تاني الجمهور تاني
يتكاتف، كله يتكاتف مع بعضه. والناس اللي بتقعد تتكلم على السوشيال ميديا وبتهاجم، انتوا اللي في ايديكم بادائكم جوه الملعب وباحترامكم للتيشيرت بتاع منتخب مصر، كل الناس هترجع تاني تبقى تشجعكم. وبالتوفيق ان شاء الله، وربنا يوفقنا في الفتره اللي جايه. هنروح على حاجه بسيطه كده لفتت نظري امبارح، وهو منتخب الشباب. يعني امبارح بتفرج على منتخب الشباب، ممكن تكون بطوله وديه، بتفرج على الملخص يعني مباراه مصر وتونس للشباب. ايه ده يا جماعه؟ ده يعني في الدقيقه 20 الشوط الاول هدف، في الدقيقه 22 هدف تاني، في الدقيقه 25 هدف تالت، في الدقيقه 47 هدف رابع. ايه ده؟ فين الشخصيه؟ اللي على فكره الجيل ده ممكن يكون فيه لعيبه كويسه، بس فين شخصيه اللعيبه؟ فين شخصيتهم جوه الملعب؟ فين تركيزهم جوه الملعب؟ امبارح بتفرج على الملخص، ويمكن الحمد لله انا ما اتفرجتش على الماتش لان اكيد في كوارث سودة. اللعيبه كلها بتجري، كل واحد بيجري ورا الكوره كانها اختبارات، كانها اختبارات خالص. حتى امبارح الاهداف كلها اللي جايه يعني جاي من خط الدفاع، حتى في كوره الهدف الثالث غريبه جدا، اللعيب عدى من ناحيه اليمين وبيعملها بالعرض، في مدافع لقيته بيرفع ايديه على انها تسلل. طب يا جماعه ده اساس الكوره، اساسيات المدافع ان انت تشوف تعرف الاوفسايد وتعرف انت واقف ازاي، واقف صح ولا واقف غلط. فين الاساس بتاعك؟ فين التركيز بتاعك؟ امبارح الحاله اللي احنا شفناها امبارح، لا ده يعني حاجه مش مبشره، لان خصوصا كمان الجيل الصغير ده فيه مواهب كتيره جدا وفيه لعيبه مميزه جدا، بس بالشكل اللي احنا شفناه ان كل اللعيبه بتجري ورا الكوره، مفيش تمركز صح، مفيش وقوف صح. حتى الباص يعني الباص قالب بيه كوره، باصي واتحرك واقف صح، اللي هم دول اهم حاجه في الكوره على فكره، اقف صح وباصي صح. امبارح كل واحد بيجري، اللعيبه بتخبط في بعضها، ولعيبه كل واحد بيلعب كوره لوحده، والاتجاه كله رايح الناحيه دي والحته دي فاضيه. لا لازم يبقى في تركيز افضل من كده. بتمنى لهم التوفيق، ودي قرصه ودن زي ما بيتقال، يا تكمل في مشوارك وتبقى من نجوم مصر، يا خلاص هتبقى خلاص اسمك بقى زي الناس، مع احترامي، اللي هي لعبه منتخب شباب ماتش وعايش عليها لحد دلوقتي، يقول لك انا لعبت منتخب الشباب ايام فلان وفلان وفلان، وفي الاخر هو ما لعبش ماتشين على بعضه. ودي الازمه اللي احنا بنشوفها. وهنا انتهت حلقتنا من برنامج ذا ديفندر من اي ميديا سبورت. انتظروني في حلقه قريبه ان شاء الله. تحياتي ليكم، ابراهيم سعيد.